عائلة بصيح، يا أهلا. انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي الغربي بوست ينشر صورة لعلم قديم يحتوي نجم الداوود باللونين الأزرق والأبيض، على أنه العلم الفلسطيني الأصلي في زمن الانتداب البريطاني. وطبعا المقصود من هذا العلم هو الترويج أن اليهود هم أصحاب الحق في هذه الأرض، وأنه كان لهم علم رسمي معترف فيه. ولكن هنا سؤال: هل فعلا هذا الخبر صحيح؟ وهل فعلا أن هذا العلم لهم مثل ما يزعمون؟ هل هذه الصورة حقيقية؟ هل هي فعلا قديمة مثل ما يزعمون؟ الصورة فعلا حقيقية وموجودة في صفحة من صفحات معجم موسوعي فرنسي قديم بعنوان بيتي لاروزي إلوستر. وفي أحد فصول هذه الموسوعة تم عرض أعلام دول العالم من سنة 1924 حتى سنة 1939، ولكن بنظرة بسيطة جدا ندرك بأنه لا يمكن أخذ هذه الموسوعة على محمل الجد، وأنها تروج هذه المعلومة الخاطئة تماما. فمثلا لو ألقينا نظرة على علم الاتحاد السوفيتي في أسفل يسار نفس الصفحة سنلاحظ بأنه يختلف وعلم غير صحيح وتخيلي ولم يتم استخدامه أبدا. وكذلك علم المغرب سنلاحظ بأنه غير صحيح لأنه تغير تماما ولم يعد يحمل النجمة السداسية في هذه الفترة الزمنية. ولكن أيضا تم وضع علم تخيلي لمملكة الحجاز ولم يستخدم أبدا. العلم الوحيد الذي كان معترف فيه في ذلك الوقت هو علم الانتداب البريطاني. وعلى الرغم من كل هذا قام السكان العرب بعدد محاولات لتصميم علم يميزهم، وطرحت بالفعل أشكال عديدة بتصميمات مختلفة لأعلام ذات ألوان مستوحاة من ألوان علم الثورة العربية أثناء الحرب العالمية الأولى. ويظهر على أحد السينمات العلم الفلسطيني بوضوح تام في مدينة يافا عام 1937. أما العلم الذي يوجد في الموسوعة فلم يتم استخدامه إطلاقا، وإنما تم رفع أعلام تشبهه بالشكل، لكن ليس بغرض التعبير عن السكان ككل بالنسبة لليهود في فلسطين، وإنما للتعبير عن كيانات فردية. مثلا استخدمته أحد السفن التجارية التابعة لشركة مملوكة لسكان اليهود في فلسطين كرمز لشركتهم. لم ترفعه أي سفن أو أي شركات أخرى مملوكة ليهود إطلاقا. وكذلك تم استخدام علم شبيه لهذا العلم كالعلم الرسمي لأحد الأندية اليهودية في النمسا في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. ولكن في هذه الحالتين لم يذكر اليهود بنفسهم أن هذا العلم قد يعود لهم أو للفلسطينيين أو أي شيء من هذا القبيل. الغريب في الأمر أن صفحة ويكيبيديا بنفسها تكلمت عن الموضوع وذكرت بوضوح أن من الغير المعلوم وعلى أي أساس تم اختيار هذا العلم التخيلي من قبل الموسوعة كعلم رسمي لفلسطين. ومن المؤكد أن الجميع يعلم أن الأسباب واضحة جدا وليست غريبة علينا، بل وحفظناها جيدا.